أنا الكوتش أماني وده بودكاست قوة العشرينات. ولو في جملة واحدة بتدمر شباب العشرينات، لسه بدري. لسه بدري إني أبدأ، لسه بدري أقرر أنا عايز إيه. بس الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها إن العشرينات أكتر سن أي تأجيل فيه هتدفع تمنه غالي قوي بعد كده. احنا اتربينا على فكرة غلط ان العشرينات وقت للراحة، وان الضياع مرحلة، وان الغلط من غير حساب. بس الحقيقة اللي محدش قالهولنا ان الراحة الطويلة في العشرينات بتخلق تعب طويل ومعاناة كبيرة في التلاتينات. مشكلتك مش انك مش قادر، مشكلتك انك مستني تبقى جاهز. وانت في العشرينات بتقارن نفسك بناس وصلوا وناس اقل منك. اللي وصلوا هيحبطوك واللي اقل منك هيخلوك مطمن، وده طبعا غلط. انا الكوتش اماني وبقولك المقارنة الوحيدة الصح هي بينك النهاردة وبينك امبارح، ولو مفيش فرق يبقى في انذار. المسؤولية في العشرينات هي بناء مش سجن. انك تتعلم وتلتزم بحاجة صعبة وتفضل مكمل فيها رغم التعب. دي مش حياة مملة، دي حياة بتخلق نسخة اقوى منك وشخصية ناجحة في المستقبل. الحقيقة القاسية والمؤلمة، محدش هيجي ينقذك. قدامك خيار من اتنين: يا اما هتتحمل مسؤولية نفسك، يا اما هتفضل مستني طول حياتك وطول عمرك شخص يجي ينقذك. محدش هيجي ينقذك غير نفسك، محدش هيغير حياتك غير نفسك. الخوف في سن العشرينات شيء طبيعي جدا. الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من الغلط. بس اللي مش طبيعي انك تخلي الخوف يوقفك عن حلمك، انك تخلي الخوف يسيطر عليك. كل الناس اللي نجحوا وكل الناس اللي وصلوا فضلوا مكملين رغم الخوف. خلينا أكون صريحة معاك بمنتهى الصراحة، انت لو فضلت مستني الوقت المناسب عمرك ما هتبدأ أبدا. العشرينات مش وقت للكمال، العشرينات وقت للمحاولة، وقت ان اكتشف نفسي، ايه الحاجة اللي شاطرة فيها، ايه الحاجة اللي عندي مهارات عالية فيها. انت مش مطلوب منك تكون شخص عظيم، مطلوب منك انك تكون مسؤول. لو فضلت كل يوم، لو فضلت مستني الوقت المناسب، عمرك ما هتبدأ وعمرك ما هتنجح. ابدأ من النهاردة، ابدأ صغير، ابدأ وانت مش واثق، ابدأ وانت خايف. المهم انك ما تفضلش في مكانك. كان معكم الكوتش أماني وده بودكاست قوة العشرينات. ما تنسوش انك تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليوصل لكم كل الفيديوهات اللي تساعدكم على تحقيق أحلامكم وأهدافكم، والقضاء على الخوف وعلى الكسل وعلى التشتت.